صدق الله العظيم الكريم المتوحد في الجمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم الكريم الوهاب الحليم التواب، الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد القلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله الحي العليم الحي الرحيم الحي الكريم الحي السلام الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله سلامه على خاتم النبيين وعلى أبويه آدم وإبراهيم وعلى أزواجه وأصحابه والتابعين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل وزدنا به من النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك إيمانا تباشر به قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأنك لا تحرمنا أجرا قد كتبته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يقوموا من بطون الألحاد مطمئنين وإلى أعلى جناتك سابقين وإلى أعلى جناتك سابقين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا شريك لك. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم توفنا عليها
اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من علمنا خيرا. اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجمعنا في أعلى جناتك سابقين يا حي يا قيوم وأنت ناظر إلينا غير غضبان. اللهم يا مالك الملك إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن رحمتك أوسع لنا من ذنوبنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتب حتى ترضى ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم صل على حبيبنا وقرة أعيننا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا وحبيبنا في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.